السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى ولا نعمل لحمة ولا نعمل فراخ، احنا هنعمل سمك. يلا بقى نشوف الجمال ده احنا عملناه ازاي. انا هنا منضفة السمك بتاعي وغسلاه كويس. معايا سمكية مكاريل وربع كيلو سمك مكرونة وسمك بولتي. يلا بقى نعمل الخلطة بتاعتنا الجميلة. توم مهروس، فلفل احمر مهروس، وهنحط معلقة شطة، وهنحط ملح حسب الرغبة، وهنحط كمون ومعلقة كزبرة ناشفة، ومعايا عصير 3 ليمونات. ضفت نصهم بس للخلطة دي وهقلبها كويس. وبعد كده نروح نتبل بقى السمك الجميل بتاعنا ده. هناخد معلقة كده نحطها على السمك المكرونة، ونتبل السمك البولتي بالطريقة دي. انا فاتحة فتحات كده في الناحيتين في السمكة. هحط برضو فيها التتبيلة، وهحط التتبيلة في النص زي ما انتوا شايفين كده. طبعا الليمون السلايس ده انا مش هرميه، انا بعد ما اخلص تتبيل السمك هعصره عليه برضو. وهنا هاخد كده برضو معلقة من التتبيلة بتاعتي، هفردها على السمكة المكاريل. وطبعا هقلب التتبيلة بتاعتي في السمك المكرونة اللي انا حطيت معلقة. هنا بقى معايا طاسة على النار، هحط فيها حبة زيت. اول ما الزيت يسخن هنزل ببصلاية كده مقطعاها جوانح، هسيبها تدبل شوية. ومقطعة طماطمية زي ما انتوا شايفين مكعبات، وقرن فلفل كده حراق او رومي اللي انت عايزاه استخدميه. وهضيف بقى التوابل بتاعتي، معلقة ملح، معلقة كمون، معلقة كزبرة ناشفة، ومعلقة شطة. التوابل اللي انت تحبيها حطيها للسمك. وهنضيف بقى كده معلقة من الخلطة اللي احنا كنا عاملينها، اللي احنا تبلنا بيها السمك، وهنقلب بقى كويس. بعد كده هكون غاسلة كده كام عود بقدونس، وهضيف بقية الليمون اللي بقى في الكوباية اللي انا قلتلكم مش هستخدم الكمية كلها. وهنقلب كده، وهطفي عليها النار عشان نتبل بقى بيها السمكة. هنا السمكة انا حطاها في بايركس، فهحط معلقة زيت من تحتيها عشان ما تلزقش في البايركس لما اجي اطلعها. بصوا بقى هنفرد الخلطة الجميلة دي، وهنولع الفرن من تحت، وهندخل السمكة بتاعتنا كده بعد الفرن ما يسخن. هي مش هتاخد وقت خالص، هي هتاخد حوالي ربع ساعة في الفرن. وهنشغل عليها الشواية دقيقتين بس وبعدين نطفي. هنا كده انا حطيت الدقيق، حطيت حبة دقيق صغيرين بس عشان نبدر بيهم السمك. احنا هنبدر بيهم السمك المكرونة والبولتي. وانا ببدر السمك البولتي كده هحط في قلبه من جوه دقيق عشان السمكة بتاعتي تطلع كريسبي، وتطلع ناشفة كده وجميلة ومقرمشة. لو عجبكم الفيديو لايك وشير كتير، واشتراك في قناتي مطبخ شامة حلو وحادق، وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد مني. وما تنسونيش بتعليقاتكم الجميلة اللي دايما بتفرحني وبتدعمني. هنا طبعا بقى انا معايا طاسة على النار، حاطة فيها برضو حبة زيت صغيرين مش كتير عشان برضو ما نهدرش في الزيت عشان الزيت بقى غالي. معايا تركاية هنا كده، معايا صينية حاطة فيها حبة مية. انا بنزل السمك في المية الاول كده وهو متبدر بالدقيق. اولا بيحافظ لي على الزيت، ما بيخلوش يتوسخ. تاني حاجة بيدي قرمشة للسمك حلوة قوي. طبعا السمك لما بيحمر على ناحية بنقلبه على الناحية التانية. وهنطلع السمك كده وبالهنا والشفا. طبعا انا قليت الاول المكرونة، وبعد كده بقلي البولتي. وهعمل بعد كده بقى حبة رز صيادية مع السمك الجميل بتاعنا ده وبالهنا والشفا. انا هقدم بقى السمك بتاعي ده. طبعا هنحط معاه جرجير، وهنحط معاه فجل. الفجل حلو قوي اللي عندهم سكر، وبتنجان مخلل، وسلطة خضراء، وبالهنا والشفا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.